السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ دفعة 2025. الفيديو ده عاملاه عشان خاطر اقول لكم ايه الكتب الخارجية اللي اوعوا تشتروها عشان هتبقوا بتضيعوا فلوسكم على الفاضي، وكمان ايه الكتب الخارجية اللي انصحكم جدا وبشدة انكم تجيبوها علشان كانت اقرب حاجة للامتحان بتاع اخر السنة للدفعة اللي فاتت والدفعات اللي قبلها، وكمان تريكات وحاجات ممكن تعملها علشان تحل اكبر قدر ممكن من الاسئلة من غير ما تدفع فلوس كتير وتشتري كذا كتاب. الحمد لله طبعا المواد قلت، فبالتالي الكتب برضو هتقل شويه، وده بيخفف من الحمل على اهلنا، ودي حاجه كويسه جدا. حابه افكركم ان انا اخويا في ثانويه عامه السنه دي 2025، يعني هو الدفعه بتاعتكم، فعلشان كده هتلاقوني متابعه معاكم، ما تقلقوش اول باول عشان انا متابعه معاه هو كمان وبعرف يعني ايه اللي بيحصل اول باول. هبدا لكم بمجموعه كتب اوعوا تشتروها في اي ماده، واتمنى ما تكونوش اشتريتوها بالفعل، ان هي يعني مش هتفيدكم قوي قد ما هي هتبقى ضياع للوقت، لان الاسئله بتاعتها مش هي اللي بتيجي في الامتحان بتاع اخر السنه، مش ده هو المستوى بيبقى خالص. في الاحياء المرجع والشامل، الكتابين دول بيعملوا اسئله مش هي دي اللي بتيجي في الامتحانات. بالنسبه للانجليش، الانجليش مفيش كتاب بصراحه اقدر اقول ان هو وحش وكان بعيد عن الامتحان وما تجيبوهوش. العربي، الامتحان والاضواء في العربي الاثنين بجد مش هما دول المستوى اللي بيجي خالص. فيها كتب تانية هي فعلا دي بقى اللي بتيجي قريبة قوي قوي من الامتحانات، واسئلتها هتدربك فعلا على مستوى الامتحان، هو ده اللي انت هتدخل تلاقيه. فما انصحكوش تجيبوا ولا الامتحان ولا الاضواء في العربي. بالنسبه للفيزياء مفيش حاجه برضه اقول لك ما تجيبهاش لا وحشه. بالنسبه للكيمياء برضه مفيش حاجه اقول لك لا ما تجيبهاش وبلاش وهتضيع فلوسك، لا، لان كل الحاجات اللي نازله كويسه، ولسه هقول لكم على احسنهم يعني. طيب دلوقتي بقى هندخل في الكتب الخارجيه اللي انصحكم وارشحها لكم جدا ان انتوا تجيبوها، ولو ما جبتهاش فانصحك قوي انك تجيبها، وفي حاله لو انت كنت جبتها بالفعل فتمام كده، خليك مطمن واعرف ان انت تمام وماشي صح وحل منها اكتر، لان هي فعلا تستاهل انك تدفع فلوس فيها. الاحياء، والاحياء طبعا زي ما انتم عارفين هي الماده كرهت ناس كتير قوي فيها، رغم ان هي ماده جميله قوي كماده، وبجد يعني انا كنت بحبها جدا وكتير قوي مننا بيحبوها جدا كماده، بس المشكله بقى في امتحاناتها وفي اسئلتها، وانا عارفه ان دي مشكله كبيره قوي، وانا شخصيا كنت بغلط كتير قوي، وكنت ببقى مش لاقي حد حتى يفسر لي سبب الغلط بتاعي ده. طب انا حليت دي غلط ليه؟ طب انا مش عارفه الفكره. كان نفسي ابقى عارفه افكار كتير قوي بتاعت اسئله، وما كنتش بلاقي حد حتى يقول لي ليه، ودي كانت مشكلتي الكبيره في الاحياء. كنت بحل وبغلط وساعات ما اعرفش سبب الاخطاء كتير قوي من اللي انا بغلطها. دي غلطتي اللي انا بحذركم منها. دكتور محمود سويد عامل مذكره او ملزمه مجمع فيها اصعب وافضل الافكار من كل الكتب الخارجيه اللي نزلت في الاحياء، ودي حاجه طبعا ما حدش بيعملها يعتبر خالص، هو متفرد بيها بس من السنه اللي فاتت واللي قبلها اللي شغال بالنظام ده. انا كنت متابعه الموضوع وقلت لهم على الدكتور، والدكتور فعلا عمل شغل رهيب ما شاء الله وكتير، وجابوا درجات عاليه جدا في الاحياء، ومعاه كذا حد دخل طب ما شاء الله. الدكتور بعت لي الملزمه دي او المذكره دي، شفتها بجد تحفه فعلا، مجمع الاسئله كلها الثقيله والصعبه واللي فيها افكار وحاططها كلها فيها، وبيشرحها بقى الافكار دي كلها فكره فكره، وكل سؤال ليه، سببه ايه، جه منين، طب فكرته ايه. وهو ده بقى لو انت فعلا عايز انك تجيب اعلى درجه في الاحياء، هو ده اللي انت محتاج تعمله، بدل ما تروح تشتري كتب كتير وتدفع كتير قوي علشان تلاقي نفسك شاطر في الاحياء، وفي الاخر ما تعرفش اخطائك اصلا انت غلطان فيها ليه، وتبقى بتحل كانه على الفاضي. لا، انت الدكتور مجمع لك اهو الاسئله كلها الصعبه والثقيله من كل الكتب اللي نزلت للاحياء، وهيحلها لك كلها، وكمان هيديك الملزمه دي مجانا لاي حد هيشترك معاه، هيديها له مجانا بحيث ان هو يحلها الاول وبعدين يروح يتفرج على الفيديوهات اللي الدكتور بيشرح فيها سبب كل سؤال. وبما ان احنا في البدايه فانتم محتاجين تسمعوا سبب كل سؤال وفكرته علشان تتعلموا ازاي تفكروا في الاسئله، لكن مع تقدم بقى الوقت ان شاء الله واثناء السنه واخر السنه وكده هتبقوا مش محتاجين خلاص تسمعوا كل سؤال، هتسمعوا بس الاسئله اللي انتوا بتغلطوا فيها او غلطتوا فيها يعني ومش عارفين فكرتها، فدي بس اللي تسمعوها. ودكتور عامل كمان الفتره دي خصم حلو جدا، انا والله لو كان اخويا بس علمي علوم ما كنتش هسيب الموضوع ده ابدا. الدكتور عامل عليه خصم 20% الفتره دي، وكمان في مسابقه الدكتور عملها حل فيها افكار
عاليه وحلوه، وبرده كان مجمعها دي في الملزمه بتاعته، وعملهم في فيديو 3 ساعات نزله على اليوتيوب. والمسابقه كانت عباره عن ان اللي هيتفرج على الفيديو ده لحد الاخر ويجمع كل الملاحظات والحاجات الزياده اللي الدكتور طلعها في الاسئله، ويبعت للدكتور كده ويقول له، هيعمل له خصم 20% زائد ال 20% اصلا اللي موجوده، فيعني خصم 40%، وكمان في خصم 20% لو اي حد جاي تبعي، يعني كده 60% خصم. يعني يعتبر بجد اللي هتدفعه ده لا شيء مقارنه بالعظمه اللي الدكتور عاملها في الملزمه دي وفي شرح الاسئله. حقيقي هتستفيدوا جدا باذن الله، وتدعوا للدكتور. عشان اوضح حاجه معينه، الدكتور مش بيقدم شرح للمنهج، لا، شرح المنهج انت اكيد خلاص بدات مع مستر ايا كان بقى مين، كلهم اساتذه فاضلين، كلهم شرحهم كويس. فالدكتور اصلا مش هيشرح لك، هو الدكتور هيحل معاك ويقول لك الافكار بتاعت كل سؤال، يقول لك فكرته ويحله معاك بالتفصيل ويفهمه لك. ده اللي الدكتور بيعمله وبينفرد بيه. وطبعا من احسن الكتب الخارجيه هو كتاب الامتحان وكتاب التفوق. وعلى فكره دكتور محمود سويد من المشاركين في عمل كتاب التفوق في الاحياء. الماده اللي بعدها وهي الانجليش دلوقتي درجته زادت. احنا جبنا كتاب جاينت، ومن وجهه نظري فعلا هو كان احسن كتاب. انا اللي خليت اخويا طبعا يجيبه، لان هو احسن واحد فعلا من وجهه نظري. طبعا المعاصر جميل، ماي نيو فريند جميل، كلهم حلوين بجد، حلوين كلهم. بس انا عن نفسي كنت بفضل جاينتس، بحسه هو حلو قوي، اسئلته حلوه، وفعلا هو ده اقرب حاجه للامتحان. ويلي ماي نيو فريند، فلو انت هتحل ده وده تمام، لو انت هتكتفي بجاينتس تمام. وطبعا احنا هنكتفي بس بجاينتس عشان خاطر اخويا بياخد مع مستر مصطفى محمود استاذي في الانجليش، برضو كنت باخد معاه، والحمد لله كنت مقفله معاه الانجليش. المستر بيجيب من مصادر كتير جدا، بيجمع اسئله كتير جدا، مستواها حلو قوي، فعشان كده مش هيحتاج ان هو يحل من مصدر واحد. انت لو شايف المستر بتاعك ما بيحلش كتير قوي، فحاول انك تحل من مصدرين وقتها، لكن غير كده اكتفي بمصدر واحد بس. ندخل بقى على الماده اللي هي اكبر ماده من حيث المجموع بتاعها، طبعا العربي، من اهم المواد. وانا بقول لكم كده وانا واثقه، ليه بقى لا الفيزياء الكيمياء؟ لا لا لا، العربي هو من اهم المواد اللي لو اهتميت بيه كويس قوي جبت فيه درجه عاليه هيرفعك في المجموع. وانا اللي رفعني في المجموع اللغات، العربي والانجليش والايطالي طبعا سابقا لما كان موجود، دول رفعوني جدا في المجموع بتاعي. انا كنت مقفله ايطالي وانجليش، والعربي نقصت فيه 5 درجات، فالثلاثه مع بعض كأن 5، وباقي الدرجات اللي نقصتها بقى نقصت في الفيزياء 10، في الاحياء 9، وعادي هو دخلت طب بشري وجبت 93%. اهتموا بالعربي كويس قوي. واحسن كتاب في العربي، من شويه قلت لكم ان بلاش تجيبوا كتاب الامتحان ولا الاضواء، فانا بقول لكم دلوقتي بقى احسن كتاب هو الكيان، وانا جايباه اهو لاخويا. الكيان بجد يا جماعه تحفه. البيان برضو اثبت كفاءه حلوه جدا. بس بصراحه احنا هنكتفي بالكيان. ليه؟ لان مستر ابو القاسم استاذي في العربي، وحاليا اخويا بدا معاه. مستر ابو القاسم بيجيب اسئله ما شاء الله فوق الروعه، بيجيب من كل المصادر، بيالف اصلا اسئله مستواها هو ده اللي بيجي في الامتحان. وعشان كده كان مدربنا تدريب كامل، وكنا داخلين الامتحان واحنا حاطين رجل على رجل. الاسئله مستواها تمام جدا بالنسبه لنا، رغم ان احنا كنا تاني دفعه في النظام الجديد. هو حاليا اصلا مستر طور من شغله اكتر واكتر ما شاء الله. فعشان كده انا قلت لاخويا خلاص احنا هنكتفي بكتاب الكيان. اصلا في كتير بياخدوا مع مستر ابو القاسم خلاص مش بيحتاجوا اصلا يجيبوا كتب خارجيه. انتوا لو حابين تحلوا في كتاب تاني عشان شايفين مثلا المستر بتاعكم مش بيحل كتير قوي، اسئلته مش صعبه قوي، حاسين برده بخوف انتوا العربي مش حلو معاكم قوي، خلاص جيبوا كتاب البيان او حلوا منه PDF اي حاجه. الفيزياء اكتر كتاب رائع حرفيا جدا طبعا، من دفعتي، من ايام دفعتي 2022 لحد دلوقتي، وهو بيثبت كفاءه ان هو فعلا من احسن الكتب اللي نزلت في الفيزياء. فعلا حلوه، اسئلته قريبه جدا من الامتحان. وكمان بقى كتاب التفوق في الفيزياء، كتاب التفوق يا جماعه بجد اثبت كفاءه برضو جدا جدا السنه اللي فاتت واللي قبلها. بجد الاسئله بتاعته حلوه جدا. فدول احسن كتابين من وجهه نظري. ليه؟ لان نيوتن افكاره عاليه جدا جدا، فيعني كان بيعقدني بصراحه. فانا من وجهه نظري ان انت تشتغل على الامتحان والتفوق، قادر تجيب الاثنين تمام، قادر تجيب واحد بس والتاني تشوفه PDF تمام، وتحل يعني منه PDF براحتك. المهم ان انت دول تشتغل عليهم وتكثف مجهودك فيهم. بالنسبه لنيوتن لو انت لقيت نفسك حليت من المصدرين دول اللي هما الامتحان والتفوق، خلاص ماشي، شوف لك حبه اسئله في نيوتن، بس ما تتعقدش، عادي انك تغلط، عادي ان الاسئله اللي بتحلها تحس ان انت اول مره تشوف الافكار دي افكار صعبه عليك قوي، عادي. الكتب الخارجيه
ساعات بتزودها شويه علشان انت تشوف كل الافكار وعشان تشغل دماغك في كل النواحي وكل الجهات، وتبقى بتفكر وبتعرف تبتكر طريقه للحل. الكيمياء طبعا كتاب الامتحان حلو جدا. في برضو مندليف رائع جدا جدا جدا، اثبت كفاءه برضو قوي. بس احنا اكتفينا بكتاب الامتحان وكتاب التفوق برضو في الكيمياء. بجد اخويا اصلا مش بيحب الكيمياء خالص، وكل ما يمتحن مع المستر يعني يغلط كتير قوي ويجيب درجات مش حلوه، بقى يحل بقى في التفوق مع والامتحان، ويحاول ان هو يعني يحل في ده وفي ده على قد ما يقدر، مش شرط كل الاسئله طبعا. لقى نفسه لا بقى يتحسن شويه. احنا هنكتفي اصلا بالاثنين دول اللي هو الامتحان والتفوق في الكيمياء. ومندليف بقى لو لقيتوا وقت باذن الله، وده الكلام ده موجه ليكم ولاخويا كمان، لو لقيتوا وقت ان انتوا تحلوا وفي معاكم تسع من الوقت انكم تحلوا اسئله زياده، حلوا منه لانه جميل جدا برضو ورائع. ده كده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه. واي حاجه محتاجينها اكتبوها في الكومنتس، ان شاء الله هعمل بيها فيديوهات الفتره الجايه. بس كده، مع السلامه.